بسم الله بسم الله، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب كلكم تبقوا في احسن حال. تالت فيديو كده ورا بعض على طول. اتكلمنا الاول على كاميرات كانون 2023 واتكلمنا عن كاميرات سوني 2023. ناقص بقى ايه حبايبنا بتوع نيكون 2023. تقريبا دي اول حلقة في القناة اتكلم فيها حاجة على نيكون، وده محزنني يعني ان شركه نيكون من الشركات القويه والجامده جدا، وانا اصلا كنت مستخدم نيكون زمان جدا اول ما بدات التصوير، ولكن هي في السوق يعني هي هبطانه شويه، وان شاء الله ترجع بقوه في سنه 2024 السنه الجايه. وخلينا نتكلم عن الحاجات اللي نزلت من شركة نيكون في 2023. انت لو نيكون يوزر يا ريت تكتب لي، وانت لو شخص اتفرجت على الحلقة بتاعت كانون واتفرجت على الحلقة بتاعت سوني يا ريت تكتب لي. انت شخص حبيبي، لان انت اتفرجت على الحلقتين وبتتفرج على الحلقة دي كمان، فانت شخص جامد وصاحبي وحبيبي. طيب، زي ما اتكلمنا في كانون وسوني هنتكلم عن حاجات نيكون اللي نزلت في سنة 2023. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 عدسات، 8 عدسات جديدة من شركة نيكون صاحبة الماونت الزي او الزد. الميرورلس بتاع نيكون كده اسمه زي كذا، زي مثلا برضو كاميرات كانون اللي هي الار اف، يقول لك مثلا ار رقم العدسه او كده. ونزل لنيكون كاميرتين. هما بدأوا الأول بالعدسات بتاعتهم، بدأوا في شهر يناير. نزل عدستين من الزي ماونت، وهما ال 26 مللي ال 2.8 وال 85 مللي ال 1.2. فنزل اول عدستين زي ما قلت لكم ال 26 وال 85 1.2. 26 هي عدسه فيكسد 26 مللي، فتحه عدسه 2.8. هي عدسه صغيره جدا كده وتقريبا عاديه، يعني عدسه مش ما فيهاش كلام كتير، هي عدسه ستاندرد جدا. فتحه عدسه 2.8. كان في شبيها ليها للكانون، كان اسمها البانكيك تقريبا، كانت فوكال لينس 40 مللي. مش عارف اللي فاكر العدسه دي يا ريت يقول لي في الكومنتات. انا مش فاكرها الصراحه. 40 مللي بان كيك، تبقى هي مسميها بان كيك عشان هي تبقى صغيره قوي كده ورفيعه. عدسه 125 جرام وما فيهاش رغي كتير، هي عدسه بسيطه وخالص وما فيهاش حتى استابلايزيشن ولا اي من اللذينه. بتبدا من 2.8 لغايه اف 16. ونزل معاها العدسه بقى الجميله ال 85 مللي ال 1.2 اس زي ماونت برضو، وزنها كيلو 160 جرام. فتحة عدسة 1.2 لغاية اف 16. طبعا عارفين جمال البرايم لينسز والفوكال لينس بتاع ال 85 ده. اي حد استخدم فوكال لينس 85 خصوصا اللي بيصور بورتريه ويدنج وسيشنز والكلام ده كله عارف قد ايه العدسه دي ممتازه. سعرها مش رخيص، كان سعرها تقريبا 2700 دولار او 2800 دولار يوم ما نزلت. ولكن هي من العدسات اللي انت تستحق اللي انت تصور بيها او الكلام ده كله. اي عدسه برايم 85 صراحه لاي شركه 1.2 بتبقى جميله. ال 1.2 بتاعت الار اف بتاعت كانون مخيفه، بتطلع بوكيه وسكن جميل كريبي كده. الموضوع بالنسبه لي لما جربتها كانت حلوه جدا. للاسف انا مش محظوظ ان انا اجرب حاجات كتير قوي من شركه نيكون. الكلام اللي انا اقوله ده كلام ويب سايتس بيتكلموا عن العدسات والكاميرات. للاسف انا بقالي كتير قوي بعيد عن نيكون، ولكن اتمنى ان شاء الله في سنه 2024 يحصل ان احنا نتشارك انا ونيكون في اي حاجه قريبه جدا. بس ده كان في شهر يناير نزل منها من شركة نيكون عدستين. بعد كده في شهر ابريل نزل عدسة تانية اسمها 12 28 اف 3.5 5.6، وفيها في ار اللي هو فايبريشن ريدكشن زي الاي اس كده عندنا في كانون. عدسة وايد يعني 205 جرام، وزنها 205 جرام. دي تنفع جدا جدا لللاندسكيب والناس اللي بتصور اركتكتشر والكلام ده كله. 12 مللي ده فوكال لينث رهيب الصراحه. يعني جربت ال 10 مللي في كانون، 12 مللي في نيكون. هي كروب فريم طبعا. لا هي ممكن تكون جامده جدا. ما اعرفش الواد بتاعها عامل ازاي، وانا اكيد ان شاء الله هحط لكم سامبلز للعدسات او شكل الصور اللي بتطلع من العدسات دي، بحيث انتوا شايفين شكلها عامل ازاي. لو انت شخص يعني نيكون يوزر وبتتفرج عليا فانت شخص جامد. بعد كده في شهر مايو نزل بقى ايه الكاميرا اللي نزلت هي الزي 8 او الزد 8.
الكاميرا دي تعتبر من الفلاج شيبس بتاعت نيكون، يعني من الكاميرات اللي هي الجميله، يعني اللي هي اللي تجيبها وخلاص بقى، مش محتاج حاجه تانية بعد كده. شكل الكاميرا يوحي ان هي كاميرا دي اس ال ار، ولكن هي ميرورلس. شكل الفيو فايندر، شكل الكاميرا، شكل مش عارف ايه، تحس ان هي عامله زي الدي 750. لو انت راجل نيكون جامد عارف الكاميرا دي 750 عامله ازاي. طبعا بالزي ماونت اللي اسمها زد 8 يعني. هي 46 ميجا بكسل فول فريم سنسور، وفيها فليب اوت سكرين 3.2 سايز كبيره، والسكرين دوتس او الكواليتي بتاعها 2 مليون 88 الف دوت، دي يعني كواليتي رهيب. والشاتر بتاعها بيوصل 1/32,000، ووزنها 910 جرام. الوزن ده مش خفيف على كاميرا ميرورلس، وزن كبير يعني، مش حاجه قليله، لان ميرورلس دايما بيبقى في ال400 وال500 والحاجات دي كلها. ولكن يعني ليها يعني وزنها ان هي قويه جدا. الايزو برفورمانس بيبدا ب 32 لغايه 102 الف ايزو، وفيها ايمج استابلايزيشن بيوصل لغايه 6 ستوبس، والنمبر اوف فوكس بوينت لغايه 493 نقطه فوكس، وبتصور لغايه 30 فريم بير سكند. ده رقم حلو يعني، خلينا نقول ان 30 فريم بير سكند مع 46 ميجا بكسل، فده رقم حلو. 46 ميجا بكسل يعني الموضوع ده كبير مش قليل. طيب بالنسبه بقى ايه الجمدان اللي في الكاميرا دي، ان هي بتصور 4K لغايه 120 فريم، وده مش يعني مش الحاجات الواو يعني. الواو بقى ان هو بيصور، الكاميرا دي بتصور لغايه 8K 30 فريم. بص احنا متعودين دايما ان الكاميرات بتاعه الفيديو كانت اقوى حاجه عندنا في سوني، يعني بنروح للسوني دي اجمد حاجه، مواصفات وفيتشرز والكلام ده كله. حتى لو كانوا بتقدم حاجات قويه جدا في الفيديو في كاميراتها، بس تحس ان سوني برضو راكبه الحته دي وماشيه بشكل جامد يعني. كانوا بينقصها شويه حاجات، لكن نيكون كان بعيده قوي يعني. نيكون كانت بعيده قوي في فكره الفيديو. ممكن تطلع كاميرات بتصور فوتوغرافيا حلوه، لكن في الفيديو كانت سيئه بشكل مخيف. كان كل الكاميرات التانية كانت بتكسب في الحته دي. ولكن لما تنزل كاميرا زي دي الزد 8 وتحط فيها 4K 120 و 8K 30 فريم، فده شابوه يعني الكاميرا زي دي بتقدمه. وبيني وبينكم هو لازم تعمل كده، لان الكاميرا مش سعرها خفيف خالص. سعر الكاميرا هقول لك دلوقتي. سعر الكاميرا بيبدأ من 3700 دولار. حسب طبعا يعني هو بيجيب لك كذا اوبشن من كذا ويب سايت، ولكن في الرينج الطبيعي انت هتلاقي ان الكاميرا دي ثمنها 3700 دولار. ده رقم مخيف جدا يعني. كاميرا زي دي رقم مخيف، ولكن هي بتقدم لك فيتشرز قويه جدا وحلوه من شركه نيكون. وزي ما قلت لك دي من الكاميرات الفلاج شيب بتاعت نيكون، فيعني طبيعي ان هيبقى سعرها بالغلو ده او بالرقم ده. طبعا انت لو عايز تعرف تفاصيل اكتر ممكن تخش بقى تتفرج على الكاميرا والريفيو كامل لاي حد عامل لها يعني. ده كان اللي حصل في شهر مايو. ونزل برضو عدسه اسمها 24 ملي اف 1.7. يعني هي كل الناس 1.8 قالت لك لا انا هعمل لك عدسه 1.7. دي فتره العدسه بتاعتها 24 ملي، واعتقد ان هي هتبقى حلوه قوي. يعني انت مثلا بتصور حاجه لليوتيوب ولا الكلام ده كله، ده كادر 24 انت شايفه ده. لو كمان 1.7 الموضوع هيبقى شكله شيك. في شهر جون نزلت عدستين تانيين، اللي هو 180 600، ونزلت 70 180 2.8. عايزين نبص على العدسه دي في حاجه معينه. طيب كفوكال لينث العدسه دي كويسه 70 180 واف 2.8 حلو، ولكن ينقصها حاجه هتبوظ خالص العدسه دي، وهي الايمج استابلايزيشن او الفي ار بقى حسب مسمى نيكون. العدسه دي ما فيهاش في ار، فانت بتتكلم لو انت بتصور على 2.8 في وعلى فوكال لينث 180 ملي هتلاقي شيك بشكل رهيب. تخيل بتصور 180 ملي وماسك الكاميرا، اكيد ايدك فيها هزه بسيطه. فالهزه دي مش هتتعالج لان العدسه ما فيهاش في ار، ما فيهاش فايبريشن ريدكشن. فده ممكن يكون العيب الوحيد في العدسه دي. لكن هي كفوكال لينث 70 180 كفوكال لينث الموضوع كويس. بعد كده في شهر سبتمبر شركه نيكون نزلت كاميرا وعدسه. العدسه اللي هي ال 135 ملي 1.8 عدسه برايم كويسه جدا،
معروف ال 1.8 مع العدسه 105 يعني فوكال لينث كبير وفتحه عدسه واسعه بيديك شكل حلو. سيبكوا بس من العدسه، ايه بقى الجمدان في الكاميرا اللي نزلت من نيكون اللي اسمها زد اف. خلينا عارفين ان انا اول ما الكاميرا دي نزلت صراحه واتعلن عنها واتفرجت على صورها انا اتجننت، انا محتاج فعلا ان انا امسك الكاميرا دي واجربها. الجامد في الكاميرا بعيد عن مواصفاتها هو شكلها، هو عاملين الكاميرا عامله زي الكاميرات بتاعت زمان الفينتج دي اللي بقى فيها رابر، تحس ان هو جلد ومن فوق شكل اللي هو زي النحاس الابيض ده. طبعا هو اعتقد دي من ميتال مش من نحاس، وحتى الرابر اللي عليها في الوان منه، في لون اللي هو اللي بيبقى بني شويه، وفي منه الاسود، وفي منه تقريبا لون اخضر او حاجه، درجه من اللون الاخضر اعتقد او حاجه زي كده او اورنج. جامده جدا جدا جدا. انا مسكت الكاميرا دي بالصدفه كده في مكان ما، ولكن ما خدتهاش جربتها. اللي زاد بقى جمدان الكاميرا ان هي مواصفاتها حلوه، هي 25 ميجا بكسل وفول فريم وفليب اوت سكرين، السكرين بتاعتها 3.2 انش، وبتصور لشاطر لغايه 1/8000 ووزنها 710 جرام. انا هقول لكم بقيه المواصفات لان هي فيها مواصفات حلوه، بس سعرها هو اللي مش اظرف حاجه يعني. طبيعي الاسعار في بهدله خالص. عندك الايزو رينج بتاعها لغايه 204 الف، وبتصور فيها ايمج استابلايزيشن كمان لغايه 8 ستوبس. بتصور كونتينوس شوتنج مش فاكر لكام، بتصور كونتينوس شوتنج لغايه 14 صوره في الثانيه الواحده. وعندك شاتر بيوصل سرعته لغايه 1/8000. بتصور في فيديو لغايه 4K 60 فريم. الكاميرا يعني حلوه، بعيدا عن المواصفات ان هي ممكن تكون طبيعيه في اي كاميرا تانية، ولكن شكل الكاميرا لما تمسك كده وتصور هتحب الموضوع جدا. اعتقد ممكن يكون كذا حد لاحظ شكل الكاميرا دي، اسمها زد اف، وتمنها بيبدا من $2000. بس مواصفاتها حلوه يعني، بعيدا عن شكلها مواصفاتها ممتازه. فول فريم و24 ميجا بكسل، 25 كمان ميجا بكسل، فالدنيا جميله. انت لو بتصور فوتو او فيديو هيبقى بالنسبه لك الموضوع ده مناسب ليك يعني، طبعا بعيدا عن سعرها $2000. بعد كده في شهر اكتوبر اخر حاجه نزلت من شركه نيكون، وهي العدسه 600 مللي ل 6.3 في ار، عدسه مخصصه للوايلد لايف والسبورتس فوتوغرافي. برضو ما فيهاش رغي كتير يعني، هي 600 مللي فيكسد وفيها في ار وفتحه عدسه 6.3. ده كل اللي حصل من شركه نيكون في 2023. اتمنى يكون في اداء احسن او شكل اكبر او توسع اكبر من شركه نيكون في سنه 2024. اتمنى يكون في مصر او في الشرق الاوسط الشركه تقدم خدمات وحاجات اكتر من اللي هي بتعمله. هي حاليا بتدي ورش والكلام ده كله في مصر، انا بتكلم عن مصر يعني، في مصر بشكل كويس بدات تعمل الموضوع ده كله، بس هي محتاجه اكتر لان الشركات التانية مغطيه قوي. فبس يعني ده كل اللي موجود في شركه نيكون. عملنا خلاص اول حلقه كانت لشركه كانون، وتاني حلقه كانت شركه سوني، وتالت حلقه كانت شركه نيكون. اتمنى اكون قدرت اغطي كل اللي حصل في سنه 2023 في اشهر 3 براندات بنتعامل معاهم في الكاميرات والعدسات، كانون ونيكون وسوني. اتمنى اكون استفدت من الحلقات. لو اتفرجتش بقى على الحلقات التانية ممكن تروح تتفرج عليها، واشوفك بقى في حلقات جديده وسيت ابس جديده واشكال جديده من الكونتنت في سنه 2024. اتمنى تكون سنه سعيده عليكم باذن الله، وسعيده على اخواتنا في كل البلاد الاخرى، مش عايز اقول طبعا اسامي انتوا فاهمين، وتكون سلاما عليهم ان شاء الله باذن الله. ربنا يغفر لهم لكل اخواتنا ويرحم كل الموجودين. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك الجامد، اعمل سبسكرايب للقناه لو انت مش عامل، سيب لي رايك في الكومنتات. اشوفك الحلقه الجايه، سلام.